السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هناخده مش عارف المحاضرة الكام هتلاقيها عندك. Basics of Anatomy. الترمينولوجي بتاع البيزكس بتاعت الاناتومي يعني ايه. دي محاضرة البيزكس خالص يعني ايه. بدأنا من تحت. بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا ما يعرفنيش يعني زميلكم مصطفى الشربين اللي هو اكبر منكم بسنة يعني مش كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم بارك لنا في وقتنا. اللهم امين يا رب ارزقنا الفهم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ايه اناتومي اصلا؟ اناتومي يعني تشريح. يعني ايه تشريح؟ يعني لو قلت لك شرح لي يعني ايه، شرح لي يعني اوصف لي. يعني وظيفة علم التشريح انك توصف لي الجزء ده موجود فين، اسمه ايه، التفاصيل دي كلها. تمام. او study of structures. علم دراسة ايه؟ تركيبات الاورجانز والتيشو والبون والماسل بس في غلطة هنا، زير فانكشن. ايه ده زير فانكشن؟ يا اسطى زير فانكشن دي الفسيولوجي. يعني اللي شاف منكم الفيديو اللي عرفت فيه المواد ووظيفتها وكده، فالفانكشن دي الفسيولوجي. فايه نحذفوها هنا من الاناتومي خالص. تمام. لو قلت لك هو جسمك بيتكون من ايه، البودي بتاع الانسان بيتكون من ايه، هتقول لي شوية سيستمز. يعني ايه سيستم اصلا؟ يعني جهاز. يعني ايه جهاز؟ انت عندك الانسان ده بيتكون من ايه؟ شوية اجهزة. جهاز بقى تنفسي، الجهاز الهضمي، جهاز القلب والاوعية الدموية، الجهاز اللي هو يورينري تراكت، جهاز السي ان اس اللي هو الجهاز العصبي المركزي. فاذا لو ضفنا مثلا سي ان اس اللي هو جهاز العصبي المركزي، الجهاز العصبي المركزي سنترال نيرفس سيستم. سي في اس كارديوفاسكولار سيستم، جهاز القلب والأوعية الدموية. جي اي تي جاسترو انتستينال تراكت، جهاز الهضمي. وهكذا من الأجهزة. هتضيف الأجهزة دي على بعض يكونوا لك الإنسان. يعني إذا الإنسان ده مش بيتكون من سيستم واحد، لا، من سيستمز، أجهزة. طب لو قلت لك الجهاز ده بيتكون من ايه، لو مسكنا جهاز واحد مثلا، فلنفترض انه سي ان اس مثلا، سنترال نيرفس سيستم. قلت لك هو الجهاز العصبي وبص خلينا زي ما ماشيين هنا مثلا، عشان نتماشى مع الصورة دي. جي اي تي مثلا، لو قلت لك الجهاز الهضمي بيتكون من ايه، هتقول لي الماوس او الفم والبلعوم والمريء والأمعاء الغليظة والأمعاء الدقيقة والمعدة يعني ايه الحاجات اللي احنا بنسمو فيها دول؟ أعضاء، أورجانز يعني ايه؟ مجموعة الأورجانز يكونوا سيستم. زي هنا الاستمك، المعدة. المعدة بتكون، المعدة ضفناها على الماوس على مش عارف ايه، تكون لك جي اي تي. جي اي تي مع الأجهزة التانية تكون لك جسم الإنسان. طب لو قلت لك المعدة دي بتتكون من ايه، ده كله تقدر تشوفه العلم مجردة او جروسلي يعني من غير ميكروسكوب. يعني انت لو بصيت كده، او ماكرو سكوب. ماكرو مش مايكرو، يعني كبير، ماكرو كبير. من هنا باجي انا احتاج ميكروسكوب عشان نشوف الحاجات دي. لو قلت لك هو العضو ده بيتكون من ايه، العضو ده لو مسكت عضو زي مثلا الاستومك، فحصة تحت الميكروسكوب تلاقيه بيتكون من تيشوز، أنسجة. وإذا إيه النسيج ده؟ تلاقي النسيج الطلائي، النسيج الضام، وهكذا. إبيثيليوم اللي هو الطلائي، كونكتيف. فالحاجات دي هيستولوجي. هيستولوجي ده اناتومي.
فيكم حتى بص يا دكتورة، لو مسكنا شوية أنسجة، الأنسجة على بعض شوية مع بعض يكونوا لك عضو، شوية أعضاء كونوا لك جهاز، شوية أجهزة يكونوا لك جسم الإنسان. الله، الله، سبحان الله، سبحان الله. شايف الترتيب؟ طب لو مسكت النسيج ده يعني ايه نسيج؟ يعني نسيج لو بصيت هنا واعي، شايف شوية خلايا جنب بعض، نسيج شوية خلايا، وشايف شايف كده، الله الله الله، شايف 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 الخلايا. فالنسيج بيتكون من خلايا سيلز. وايه الخلية دي؟ من غير خوض في تفاصيل بس عشان هتاخدها بعدين، الخلايا دي تلاقيها فيها ايه؟ غشاء ونواة وشوية سيتوبلازم عايمة فيهم شوية عضيات. ما علينا، هتاخد ده كله بالتفصيل الممل في الهيستولوجي. يعني لو مسكنا شوية خلايا جنب بعض كده ورصيناهم جنب بعض، تمام، هيكونوا لك نسيج، نسيج مع نسيج مع نسيج هيكونوا لك عضو، عضو مع عضو مع عضو يكونوا لك جهاز، سيستم مع سيستم مع سيستم يكون لك بادي أو جسم الإنسان. الله. لو مسكت الخلية، ودي الخلية دي الأصغر حاجة فانكشنال، وظيفية. الخلية هي اللي بتقدر تشتغل، تعمل إنتاج طاقة بقى، بص تعمل كل حاجة. دي الخلية أصغر حاجة، هي أصغر حاجة فانكشنال. ولو مسكت الخلية، تتوقع الخلية دي بتتكون من إيه؟ من كيمياء أصلا. هي كيمياء. فخلية بتتكون من شوية مركبات ماسكينة مع بعض. مثلا لو مسكت ال اللهم صل على سيدنا محمد، اسمه ايه ده اللهم صل على سيدنا محمد، الغشاء النووي، الغشاء الخلوي يا اسطى. مسكت الغشاء الخلوي هتلاقيه ايه؟ بيتكون من ليبيد بقى، وليبيد وكارب وبروتين، شوية كيميكالز. فإذا شوية معادن أو كيميكالز أو أيا كان الكيميكال اللي نوعها تكون لك خلية، شوية خلايا شوية سيلز تكون لك شوية تيشو، شوية تيشو تكون لك أورجان، شوية أورجانز تكون لك شوية سيستمز بقى تكون لك البادي. فهمني؟ فهم. ندخل على اللي بعد. regions of the human body، مناطق جسم الإنسان. دي حرفيا أبسط من البساطة، يعني لسه تاخدها بالتفصيل الممل. الريجونز هنقسمها لجزئين كبار، أكزيال وابنديكيولار. أكزيال يعني محوري، ابنديكولار يعني طرفي. يعني الكلام بص يا دكتور، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. الأكزيال هي ايه؟ الحاجات اللي في النص، شوية الحاجات دول هم الأكزيال. يعني ايه هم الأكزيال؟ ايه الحاجات دي؟ الهيد اللي هي راسك، اوكي، والنك رقبتك، تمام، واللي ترانك الجذع، هيد ونك وترانك، هيد ونك ترانك. طب الجذع ده بيتكون من ايه؟ ثوراكس، صدر، تمام، وابدومين بطن، وبلفس حوض. وده ليه تفصيل كبير خالص، بس تاخده بعدين بالتفصيل في الاناتومي. نحن هنا ايه الوقت ده خالص، يعني سهل الدنيا عن نفسك، ومش شرط تطلع حافظ كل حاجة، بس ان شاء الله تطلع حافظها. يبقى نقسم الجسم الانسان ايه؟ اكزيال وابنديكولار، ولسه تاخد تقسيمات كتير وبتاع، بس يعني ده حاجات بسيطة. هيد راس، نك رقبة، ده الأجزاء، وترانك جذع. ترانك قلنا ثوركس وابدومين وبلفس، صدر، بطن، حوض.
تمام يا دكتور. انت بص في نص جسمك، ايه اللي في نص جسمك ووصفه، بس مش محتاج. طب ايه الابنديكولار؟ الابر ليمب واللور ليمب، الاطراف. الابر ليمب واللور ليمب. مش مستاهلي. انت تاخد تفصيل اكتر من كده، والله هتاخد تفصيل اكتر من كده، بس مش محتاج اصدقك دلوقتي. انت دلوقتي بتقول بسم الله، يعني مش محتاج اصدقك. تمام. يلا وقف الفيديو وحاول تحل يعني اي حاجه. بص يا دكتور، ده ايه اللي مشاور على دي الهيد. طب ايه ده؟ دي الثوركس. يعني ايه ثوركس؟ يعني الصدر. ايه ده؟ ايه اللي مشاور عليه ده؟ اتوقع ايه اللي هنا؟ الابدومين يا اسطى، بطنك. طب ايه ده؟ مشاور على الذراع، مشاور. ده الابنديكيولار. ده الابنديكيولار اللي هو حاجات الزيادة، اللي هو الابر ليمب واللور ليمب. ابر واللور. طب الهيد ممكن لو قسمنا، لو عملنا كده، عملنا كده، ده هنقول عليه اكزيال. يا ابني ما الطب سهل اهو. ماشي يا دكتور، انت الشاطر يا ابني. ندخل في الجد شوية يعني، بس مش جد قوي يعني. الوضع التشريحي، انت خدت في ثانوية عامة الوضع التشريحي في أول محاضرة، والدكتور قال لك أو المستر قال لك يا ابني هناخده حاجة اسمها وضع تشريحي. وليه حطوا الوضع التشريحي؟ وتخيل لو كل واحد عاوز يوصف مزاجه. يعني انت دلوقتي الكتب، موضوع المراجع العلمية موضوع بإيه؟ موضوع بنظام، يعني عشان ما يجيش كل واحد يألف من دماغه كده. تخيل لو مفيش الوضع التشريحي، وقال لك انه البالم اوف ذا هاند بص لقدام، اللي هو بطن القد بص لقدام. طب ما واحد هيقول لي ما انا قادر الف ايدي واخليها تبص لور، انا قادر ارفع ايدي واخليها تبص على الجنب، انا قادر. فهني لازم العلماء يتدخلوا ويحطوا لك الاناتوميكال بوزيشن، وضع التشريح. تمام. ايه الوضع التشريحي؟ اوصف لي كده وقف ازاي. شايف الايد الجميلة دي بص لقدام. palm of the hand بص لقدام. تمام. palm facing forward. طب قبل ده كله جسم واقف erect، منتصب مستقيم. standing erect، يعني مش قاعد، مش نايم على جنب، مش رافع ايديه على وشه بتاع، لا erect واقف مستقيم. عقبالك لما تستقيم وانا رب. ايش شايف رجليه؟ ورجليه عاملين ايه كده؟ ضمين على بعض، يعني ما يجيش واحد يفرقح ويقول لك لو رجلك فقحها وزي ما كده ترجع، لا. في فيت كلوز توجذر، الأقدام مقربين على بعض. وبصوا لقدام برضو، أنا شايف بص عليك. ماشي يا دكتور، حلو لحد هنا. اختبار مفاجئ. وسع كده نعمله ايه؟ تيت. نعمله كده. نقول لك الرجلين ولازم يكونوا عاملين ايه؟ بعاد عن بعض ولا ضمهم على بعض؟ هتقول لي كلوز، قريبين على بعض. لو قلت لك البالم، يعني ايه بالم؟ يعني كف الايد عامل ازاي؟ فيسنج فورورد بس لقدام. طب يعني ايه يا ترى بس لقدام مش بس على الجنب يعني؟ طب هو يا ترى قاعد ولا نايم ولا ايه؟ لا، واقف اريكت مستقيم. الله عليك يا دكتورة، الله. ماشي يا دكتور، هناخد حاجة اسمها directional terms. يعني ايه الاتجاهات؟ direct اتجاه، directional terms مصطلحات الاتجاهات. ترم خدناها معناها ترم يعني مصطلح. بص يا دكتوراه، يعني ايه المصطلحات الاتجاهات دي؟ يعني لو قلت لك لفوق يعني لتحت يعني على الجنب يعني هي دي. ماشي يا دكتور. سام ده عامل ازاي؟ باصص الفوق، يعني ايه؟ يعني اب. يعني ايه برضو؟ يعني
ادخل في في المهم. يعني superior يعني الفوق. بص تفتكرها اب. الله، مش هتنساها ابدا يا ابني. superior يعني الفوق، ناحية الراس، يعني ناحية الراس، يعني cranial. لما يقول لك cranial nerves، cranial ايه nerves، nerve يعني عصب، يعني العصب اللي في منطقة الراس، ما علينا من النيرف ده. يعني cranial يعني ناحية الراس. الله يعني superior. cranial هي superior. الله، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. طب عكس superior inferior يعني لتحت، يعني down inferior ايش يعني لتحت، يعني inferior. عكسي superior فوق، inferior لتحت، superior فوق. طب ايه كودل يعني ذيلي. هو احنا فينا ذيلي يا دكتور؟ يا عم باعتبار العصعصية اللي كانت تبقى زيل دي، دي مصطلح شائع اكتر اعتقد في الحيوانات يعني، بس ماشي بتستخدم عندنا. نقول كودل. هنا كرينيال الفوق او ناحية الراس، كودل ذيلي او انفيريور او لتحت. ماشي يا دكتور، نصغر ده بس شوية كده. اوكي. طب لو قلت لك ناحية البطن او القدام، ناحية الوش، interior يعني ايه قدام؟ يعني ايه يعني interior؟ يعني interior يعني ventral يعني بطني، ناحية البطن. يبقى anterior معناها ventral بطني. عكس anterior posterior يعني خلفي. يبقى anterior عكسها posterior. أو dorsal ظهري، ناحية الظهر. يبقى interior. بص افتكر حرف الاي اول حرف في حروف الابجدية، من قدام يعني اول حرف interior من قدام خلاص. ماشي يا دكتور. اي بص اي هبدأ عشان تفتكر مش اكتر. يبقى interior او ventral معناها الامامي ناحية البطن. dorsal او posterior يعني خلفي. ماشي يا دكتور. تعال بسرعة نقوله سؤال كده في السريع. الأب معناها ايه والأم معناها ايه؟ يا اسطى الدولة معناها ايه اللهم صل على سيدنا محمد. فيسينج فورورد معناها و باكورد يعني خلف. بص يا دكتور، اب قلنا ايه superior. طب ايه المعنى التاني؟ فكر، وقف الفيديو وفكر، اكتبها في الكومنتس اللي هو 1 2 3. يعني كرينيال. الله، في واحد جافي. داون يعني inferior. المعنى التاني ايه؟ فكر. عاش يا ابني. كودال ذيلي. facing forward بس لقدام. حرف الاي interior. طب لو جبت المعنى التاني تبقى شاطر. ventral شطور. باكورد او خلفي معناها دور سال. يعني دورسال يعني posterior. الله عليك والله العظيم، عاش يا ابني.
ماشي يا دكتور، كمل بقى. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هناخده بقى باقي الدايركشنز. ده جسم الإنسان يا دكتور، لو سحبنا خط هنا في نص بالظبط، قسمناها two equal halves. two equal halves، نصفين متساويين بالظبط. يعني في ذراع هنا، في ذراع هنا، في شيست هنا، في شيست هنا، في كدن هنا، في كدن هنا، وهكذا. في هارت هنا. اصلا هتفتح، هو فيش غيره قلب واحد. ماشي. بص انا برضو نسيت اقول لكم، هو ده يمين ولا شمال ولا شمال؟ ده اهو، ده يمين ولا شمال؟ اكس واي. فكر كده واكتب في الكومنتس، اكس يمين ولا شمال؟ فكر يا اسطى. مش معنى اكس يبقى شمال يا اسطى. اكس يمين. تخيل انه ده بيبص عليك، فانت اعكس نفسك كده. يعني انت ايدك اليمين اعتبره هو الشمال، ايدك الشمال اعتبره يمين. ماشي. ده شمال، الواي شمال. ماشي، اللهم اجعلنا من اهل اليمين. ماشي يا دكتور. لو خدنا خط في النص بالظبط بيقسموا لتو ايكوال هافز، ده هنقوله عليه ايه؟ ميديان. ميديان في المنتصف بالظبط. الله. ده لو نقطة جنب الميديان كده، شايف هنا، شايف؟ نقدر نقول عليه ميديال. ميديال ان النصف، ان في النصف، تفتكري نصف ان ميديان. الميديال قريب من خط المنتصف. انت معايا ولا سرحت؟ لو في النص بالظبط نقول عليه ميديان، لو جنبه مش بعيد ميديال. طب لو بعيد شوي هنا مثلا، لا بقى ده احنا بعدنا خالص، هنقولوا عليه لاترال. غيروا الخط عشان تبقى لاترال. الله عليك يا ابني. لاترال بعيد. ميديان في المنتصف بالظبط، بيقسمها لتو ايكوال هافز، نصفين مستويين بالظبط. ميديال قريب من خط المنتصف. طب لاترال بعيد خالص. عاش. ماشي يا دكتور، نكمل. طب ده جوينت، ده جوينت يعني جوينت يعني مفصل. يعني ده الروت بتاع يعني ده الجذع، ده المنطقة اللي الكور، ده اللي بيطلع منه الذراع. أي حاجة قريبة من الجذع هنقول عليها بروكسيمال. قريبة للمنشأ هنا، قريبة. طب لو بعيد من المنشأ هنقول عليها ديستال. ماشي يا دكتور. دي دورسال يصنع، عشان تفتكرها، دي دورسال ودي ديستال، يعني غير بعض خالص. دي معناها بوستيريور او ناحية الخلف، اما ديستال معناها بعيدة. يبقى بروكسيمال قريبة، ديستال بعيدة. بروكسيمال قريبة، ديستال بعيدة. ميديان يعني ايه؟ خط المنتصف بالظبط، بيقسم التو ايكوال هافز. طب البعيدة خالص اسمها لاترال. طب لو قريبة على الميديان يبقى ميديال. عاش يا ابني، عاش. صليتوا على النبي صلى الله عليه وسلم. كملوا في الدايركشنز. بص يا دكتور، لو في نقطة هنا ونقطة هنا، هتقول لي ايه الهبل ده؟ ايه العلاقة اصلا؟ ايه العلاقة؟ تتوقع انت ايه؟ دي على السطح ودي في العمق. يعني ايه برضو؟ يعني دي عميقة، يعني ديب. نغيروا الخط عشان مش باين. ديب لماك. معلش. ديب يعني عميقة، ودل على السطح يعني سوبر فيشيال. سوبرفيشيال يعني قريبة من السطح. ديب يعني في العمق لجوا. سوبرفيشيال قريبة من السطح. ديب يعني عميقة.
ماشي. الجمجمة السكال يعني جمجمة جمجمة، داي تتوقع أقرب للسطح ولا البرين؟ لا، السكال السوبرفيشال تو برين. طب ايه علاقة البرين بالسكال؟ البرين ديب من السكال is deep to skull. عاش. نرجع بسرعة؟ لا انت ترجع اسمع الفيديو عشان مكسل والله. ماشي يا دكتور. معلش كملوا. طب لو واحد يا اسطى نايم على بطنه ونايم على ظهره، ده يبقى يعني ايه المصطلح ده؟ اتوقع ده وضع تشريحي ستاندينج ايركت واقف مستقيم؟ لا، ده ليه معنى تاني. سباين سباين برضو. بص اب سباين اب الفيس، يعني خليك كده اربط الفيس اب الوش لفوق. سباين لما يكون نايم وشه لفوق، فيس اب او ظهره لتحت، يعني هي فاهم. سباين دي لما يكون وشه اب لفوق. طب برون لما يكون وشه لتحت، نايم على وشه، نايم على بطنه. سباين نايم على ظهره، برون نايم على وشه. ماشي يا دكتور. اختبر نفسك على السريع كده، وقف الفيديو الاول واكتب في الكومنتس وبعد كده ارجع. يلا نكمل. superior superior يعني الفوق. هنا بيقول لك يا اسطى ايه، توصلها بالعكس. superior عكس inferior عكس inferior interior عكس posterior. يا اسطى والله بسم الله ما شاء الله عليك. medial ايه ده lateral يا ابني. ماشي. طب لو قلنا median خط المنتصف بالظبط. بروكسيمال، ايه بروكسيمال دي؟ لما تكون قريبة من المنشأ. ايه عكس بروكسيمال ايه يا ترى؟ ديستال يعني بعيد. سوبرفيشال نحن اخدنا الكلمة دي يا اسطى على السطح. عكسي ديب، مش عميق يعني. هنا بيقول لك اين تقع، وايه النقطة دي والنقطة دي. توقع دي بروكسيمال ولا ديستال، ودي بروكسيمال ولا ديستال. شايف المنشأ بروكسيمال، شايف هنا بعيدي ديستال. بسم الله ما شاء الله عليك يا ابني والله. نكمل. في حاجة اسمها بلينز anatomical بلينز، أوضاع تشريحية، مستويات التشريحية. يعني ايه المستويات التشريحية؟ يعني لو قلت لك اقسم لي الجسم ده اليمين وشمال، يعني انت تاخد خط في النص كده وهم كده وقسم لك الجسم نصفين. او قلت لك اقسمه لي النصفين قدام ورا، هتقول لي همسكه من اقطع من ناحية الدراع وادخل لجوه. لو قلت لك طيب عايزه ايه، جاك حش وسطك، يعني ايه قسمته لفوق ولتحت، يعني ايه الكلام ده؟ بص يا اسطى، عارف في عظمة هنا يا اسطى، عظمة القص، قص ولا سلوم معلش، اسمها استيرنم. تفكرك بحاجة اسمها ساجيتال. بص حاول تخيل معاي ان واحد جا من عند مناخيرك كده ومن عند صدرك في النص كده، وراح جسمك مسك منشار راح جسمك نصين. ايه نصين اللي هيبقوا؟ قسمت اليمين وشمال يبقى الساجيتال او ميديان. تفتكرها ايه؟ تقسمك نصفين متساويين يمين وشمال، الله ليفت ورايت. تقسمك النصفين يمين وشمال. احنا قلنا الهني توقع يمين ولا شمال؟ يمين، وهني شمال ليفت. ماشي. ميد ساجيتال قلنا بتقسمك نصفين متساويين بالظبط. بارا ساجيتال تقسمك النصفين بس مش متساويين، يمين وشمال غير متساويين. ماشي يا دكتور. طب لو قلت لك هات لي منشار واقسم من عند ودنك وادخل طلع من الودن التانية وانزل بيه لتحت، ده هيقسمك النصفين.
قدام ورا انتيريور وبوستيريور، ده اسمه كورونال. يعني قسمك كده اهو، بص هو مش رسم مبني على التخيل عامة يعني. كورونال او فرونتال، ده بيقسمك الانتيريور بوستيريور. طب ماشي يا دكتور، طب لو مسكت جاب منشار كده وراح قسمك ايه في منطقة الحوض كده، وقسمك النصفين فوق وتحت، فوق superior وتحت inferior، ده اسمه ترانسفيرس. ماشي يا دكتور، او كان ليه معنى تاني اسمه ايه؟ اللهم ذكرني، لو ذكرت اكتبها في الكومنتس تحت عشان مش جاي على بال دلوقتي. ماشي يا دكتور، جاي اختبار مفاجئ. لو قلنا ايه اللي بيقسمك الانتيريور بوستيريور؟ ده الكورونال. طب ايه اللي بيقسمك الفوق وتحت سوبيريور وانفيريور؟ ده ترانسفيرس. ايه اللي بيقسمك اليمين وشمال متساويين؟ لازم تقول لي متسجد مش برا سجد. ماشي يا دكتور، تعالى للموفمنت الزوايا. هو ممكن تحس انه الفيديو طويل، بس يعني مش مستاهل انه يتقسم على. ماشي يا دكتور، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. لو قلت لك تخيل معاي، افرد دراعك، قوم يا اسطى عادي ما تكسفش يا اسطى. افرد دراعك، مش هقول عليك مجنون والله. افرد دراعك خالص، خلي دراعك مفروض واقفله كده كأنك عايز ايه بين العضلة البايسبس. ضمتك لذراعك اسمه فليكشن. ثاني، ديكريز الانجل، نقص الزاوية. لما انت تعمل الحركة دي اللي انت عاملها حاليا، دي اسمها فليكشن. طب افرضوا كده اكستنشن، يبقى فليكشن ثانية ذراع، اكستنشن فرد الذراع. الاكستنشن بيزود الانجل الزاوي، يبقى فليكشن انقباض، اكستنشن انبساط، فليكشن اكستنشن، فليكشن ثاني، اكستنشن فرد. فهمني؟ فهمنا يا دكتور. هنا عشان تفهم بجرب الزاوية ده، شايف؟ الله عليك يا ابني. اكستنشن شايف بيفرد هنا اهو، شايف اهو، زود الانجل وهنا قلل الانجل. طب هناخده حاجة حلوة، اقول لك اوقف، خلي دراعينك جنب بعض، طلع ذراعينك كأنك في تمرين المدرسة وافردهم ارفعهم لفوق كده. يعني ابعد ذراعينك عن المنتصف بتاع جسمك، دي اسمها abduction. ابعد abduction، ابعد abduction، ابعد abduction away from midline، بعيدا عن منتصف الجسم. شايف؟ كان هنا مظبوطين، لو بعدتهم كده يبقى ده abduction، تبعد. ماشي. طب لو قلت لك قربهم تاني للميدلاين، ده خط المنتصف، يبقى اسمي اد اضافة، يعني قرب تورد الميدلاين ناحية الميدلاين. ادكشن قرب للميدلاين. ابدكشن ابعد، يبقى ابدكشن ابعد، ادكشن قرب. افليكشن تسند ذراعك، تسند تقلل الزاوية. اكستنشن تزود الزاوية. الله عليك. ماشي يا دكتور، معلش على المنبهات دي، بس الفجر قرب يدنا. ماشي. elevation، يعني ايه elevation؟ اللي زي جاي من elevator اللي هو المصعد، الاسانسير. elevation رفع. يعني بص كده، يعني حاول تتخيل ان ده المفصل ورفعته لفوق، يعني ضميت سنانك على بعض كده، عملت elevation moves upward. طب depression يعني انخفاض يا اسطى، depression لما يجي الواحد اكتئاب انخفض. ماشي. لو واعي نزله كده، واعي راح فارده نزل لتحت كده، وهني كم قريبين على بعض.
elevation. depression نزلت. elevation قفلت او رفعت لا elevation لا depression خفض لأسفل. ماشي. شايف الحركة الحلوة ده؟ بص كان خليك مفروض كده وطلع البنش كده لقدام. دي اسمها بروتراكشن تحريك الأمام. دي مصطلحات خاصة يعني شوي. بروتراكشن طلعت بنش لقدام. تخيل كده، بص رجع كده، رجع لورا كأنك مضم ناحية المجانس كده لورا. اسمها ريتراكشن. بولز باكورد. فورورد بروتراكشن. باكورد ري كأنك راجع. ريتراكشن بروتراكشن ريتراكشن. اب elevation. ديبريشن داون. الله عليك. بص يا دكتور، دول هنا لو عايز بتوع الدوران واللف والحاجات دي. ماشي. عملت روتيشن يعني دوران. ميديال للداخل. ميديال روتيشن للداخل. بص حاول تخلي ايديك ستاندنج اريكت ولف كده للداخل ايدك. روتيتس تورد ميد لاين. يبقى ميديال روتيشن روتيتس تورد ميد لاين. شايف الحركة ده اهي؟ داي روتيتس تورد الميد لاين. طيب شايف العكس داي اها؟ لاترال يسطا لسه واخدينها ميديال ولاترال. لاترال روتيتس اواي فروم ميد لاين. ماشي. طب لو الكلام ده على ايدك مثلا، لو على رجلك بص شايف انفيرجن لو لما تلف رجلك كده ناحية الجوه، لو هي شايف القدم بتاعت رجلك من تحت خالص كأنك الصباع الكبير كده كأنه هيدخل جوا. انفيرجن. طب لو يرجع كأنك ده ناحية الميدلاين. طب لو ناحية اللاترال ايفيرجن لو كده. حاول تتخيلي معاي. ماشي. ماشي يا دوك، الموضوع سهل يعني، ما تتعقدش على نفسك. شايف هنا يا ترى هو بيعمل ايه كده؟ شايف دي الانجل، شايف بيقلل الانجل يعني ايه؟ يعني فليكشن. شايف هنا؟ الله. شايف المفروض في سهم كده، بص عشان تبقى فاهم. ده ابدكشن بيبعد. الله عليك. لو شايف هنا بيرفع لفوق elevation. ماشي. شايف هنا بص مطلع الصدر لقدام، معلش على الاسهم يعني، مطلع الصدر لقدام. دي كان اسمها ايه؟ بروتراكشن. طب عكس فليكشن اكستنشن. عكس ابدكشن ادكشن. عكس elevation ايه يا دكتورة؟ ديبريشن. عاش. عكس بروتراكشن يضمهم كده ريتراكشن. ماشي. راجع بسرعة كده اللي خدناه، مش الرجعة الكل يعني. superior الفوق. عكس inferior قدام. عكس posterior. طب يلا كلمة بمعنى superior فوق cranial. كلمة بمعنى inferior caudal. كلمة بمعنى anterior ventral. كلمة بمعنى posterior dorsal. ماشي. ميديال للداخل. لو هيقسموا في النص بالظبط ميديان بالان. لاترال للخارج. بروكسيمال اقرب للمنشأ. ديستال ابعد. فليكشن تتنى تقلل الزاوية. اكستنشن تفرد زاوية الزاوية. ابدكشن ابعد. ادكشن اضيف اقرب. معلش لو في مصطلحات كتير اخدناها النهاردة. ماشي. بس والله يعني ايه، كل حاجات بسيطة يعني. كم اسبوع كده تقول ايه التفاهة دي والافور اللي كنت بشرح لكم بيها دي. ماشي. وبس الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم. لو استفدت
ياريت تسبسكرايب في الشانل عشان تستنى باقي الفيديوز. بس يا باشا، مع السلامة.